يا مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى نشوف اللون التحفة ده عملناه ازاي والطريقة بالتفصيل، ونشوف الشعر قبل كده كان فيه ايه. شعر متعدد الالوان، طالع جذور شعر ابيض، وكمان رقم 4 في الشعر، وتحت كان فيه اصفر قديم مع جزء برضو بني. ازاي وحدنا اللون وبكل سهولة بدون ما نتلفه والشعراية خفيفة وضعيفة. تعالوا نشوف طريقة سهلة وبسيطة جدا. نسبة الشيب عندنا حلوة 50%، يعني كتير مش شوية. زي ما انت شايفة قدامي كده. رحت على طول جبت الباودر بتاعي، انا استخدمت باودر لوريال. اخدت مقدار الباودر قده مرتين اكسجين 20%. مرضتش اعلى بالنسبة لان انا مش محتاجة توحيد ان انا اعمل تلف للشعراية، ولا ان انا اجي على الشعراية. احنا قلنا دايما لو معاييرنا مظبوطة اكيد مش هنتلف الشعر. قلبت الباودر بتاعي كويس، خليت مقدار الاكسجين قد الباودر مرتين. اكسجين 6% او 20%. مش محتاجين اعلى من كده لان اللون مش محتاج اكتر من انك تخليه على اورنج شوية. قلبت الباودر كويس جدا وخليته كريمي، وبعدين بدأت اسحب خصلة بخصلة بعيدا عن الجذور زي ما تعودنا بحوالي عقلة صباع. وبعد كده قبل ما اللون يفتح زي ما انا عايزة، خلاص ببدأ احط على الجذور بتاعتي. اهم حاجة ما تنسيش تشبعي الخصلة كويس وتدلكيها كويس قوي. هنا انا نزلت على اللون كله ما عدا الاطراف، زي ما انت شايفة ما بشبعش الطرف قوي لان الطرف كان اصلا فاتح وانا ما كنتش عايزة افتحه اكتر من كده. كمان استغلينا ان كان في خصل قديمة في الشعراية من الاطراف، كانت يعني عسلي، خليناها كده حلوة. ادتنا اضاءات حلوة قوي كأن احنا عاملين تمويجة في الشعراية. ما انت لازم برضو تتعلمي ازاي تتصرفي في الشعر بدون ما ترهقيه او تهلكيه. الالوان دي هتنفعنا قوي، جاي رمضان والعيد، كل سنة وانتوا طيبين. فتعلمي طريقة السحب الصحيحة. كمان ما تنسيش قلنا تدليك الشعر مهم جدا علشان اشبع الخصلة كويس واوصل الباودر بتاعي بكل سهولة. هنا انا احتجت تفتيح تقريبا لدرجة 6.5 7، يعني اورنج خالص، مفيش اي مشكلة. كمان ما استخدمناش اي حاجة غير الوانات سهلة وبسيطة، عملنا ميكس حلو قوي هنشوفه دلوقتي مع بعض. بس اهم حاجة نبعد زي ما قلنا 1 سنتي عن الجذور زي ما انت شايفة كده، يعني قد عقلة صباع. ممكن تبعدي شوية كمان لو تحبي، لو شعرك غامق قوي. لكن لو شعرك مش غامق قوي ومحتاجة سحب بسيط، ممكن تقربي زي ما انا قربت. زي ما انت شايفة كده انتهيت من السحب، سبته تقريبا 20 دقيقة. هو كل شعر بيقعد على حسب يعني هو بيسحب امتى، لكن لازم تحسبي على الساعة. لو عدى 45 دقيقة لازم تغسلي شعرك. وكل شوية لازم نبص على الخصلة ونمسكها تكون كويسة وماسكة نفسها، يعني ما نعملش حاجة ونسيبها كده وخلاص بالوقت. لا، لازم كل شوية تروحي تشدي الخصلة كده وتشوفيها علشان دايما تكوني حذرة. طبعا الناس اللي بتخاف على شعرها ممكن اضافة الاولابلاكس، وممكن ما تضيفيهوش زي ما انت عايزة، لكن على حسب انت ما انت عايزة تعملي اللون. لكن لازم برضو حماية لو نوع الباودر عندك مش اللي هو واو يعني. لكن انا الباودر بتاعي كان كويس جدا. زي ما شفنا كده انا مش محتاجة سحب عالي قوي، سبته يسحب وسبته الوقت كان لسه شوية عليه. خلاص انا كده انتهيت، يعني مديني اورنج صريح. رحت غسلت، وغسلت برضو بشامبو سيلفر. الخطوة دي ما صورتهاش، ولكن غسلت شوية بشامبو سيلفر. زي ما انتي شايفة الجذور افتح وبرضو في لسه اورنجات، وعندي الاطراف فاتحة شوية. جبت رقم 6 على 71، وجبت كمان رقم 7.00 معاه. وجبت كمان يعني خلطتهم مع بعض، عملت بيهم الجذور بس 700 مع 671. خلطتهم مع بعض واشتغلت على الجذور بتاعتي. كمان ممكن تضيفي لو ما عندكيش شيب 7.11. وعلى فكرة برضو لو عندك شيب بالنسبة دي ممكن تحطي 7.11 مع 6.71، معناها أشقر رمادي مركز مع أشقر غامق شوكولاتة رمادي. يعني الانعكاسات دي مهمة جدا. هنا ابتديت اوزع على الجذور بس اللي هي الفاتحة، اديتها لون غامق. وبعد كده قعدت امسجهم كده بطريقة معينة بحيث ان انا اخليهم ينزلوا على الشعراية بس بتمويه. هنرجع نخلط صبغة تاني، خدي بالك من النقطة دي كويس جدا، يعني مش دي الصبغة اللي هنشتغل بيها على الشعراية كلها. هنا انا انتهيت تقريبا من حوالي 5 أو 6 سنتي من الجذور.
يعني حطيت 5 أو 6 سنتي على بعد، مش بس في 2 سنتي. كنت حابة أعمل اللون مموج شوية، يعني ما خليهوش في الجدر لون وتحت لون تاني. زي ما انت شايفة كده نزلت شوية على الشعراية، جبت 11.89 أشقر لؤلؤي فاتح جدا، وجبت معاه نقطة من المصحح الأزرق علشان أضيع الأورنجات بتاعتي، بس برضو كنت قلبت بسرعة قوي. وحطيت معاه شوية من شامبو سيلفر، حبة صغننين قوي زي ما انت شايفة، نقطة بس كده بتساعد معايا على ان انا اخفي خالص القرنجة من الشعراية. قلبت مكست الصبغة بتاعتي مع اكسجين 20% زي ما انت شايفة، خليتها كويس جدا مدموجة، وابتديت اوزع على اطراف الشعر من نص الشعرايه كده من بعد ما خلصت الجذور، وتاخدي بصوابعك الاتنين كده من الجذور تشبعي على تحت او تقلبيه في الاخر، بس اهم حاجه ينزل زي تمويجه كده على الشعرايه. طبعا بنسيبه الوقت المحدد بتاعه، مش لازم تحديد، كل شويه بنبص على الشعرايه. يعني تقريبا بيقعد نص ساعة 30 دقيقة على الشعر، لكن كل شوية تابعي كده وشوفي الشعراية وصلت لإيه، امسحي بالمشط وشوفي. والحركة الذكية قوي ان احنا نمسج حلو، بصي باخد من فوق كده واشبع لغاية نص الشعراية بحيث تديني زي إضاءة. شبعي الخصلة كويس قوي بالصبغة بتاعتك، وبعدين في الآخر بدأت أبص لقيته خلاص بدأ يدي معايا اللون. رحت غسلت بالشامبو بتاعي زي ما انت شايفة كده، وبوريكي برضو وانا بغسل. اللون هتحسيه غامق لكن هو مش غامق خالص، بالعكس اللون طلع تحفة. بصي من تحت كمان هيدي ألوانات جميلة جدا هنا، واللون مبلول. تعالي بقى ننشف اللون وشوفي الجمال بجد. بصي خدي بالك من الجذور ومن الأطراف، حاجة كده جميلة ومفرحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، ونشير الفيديو كتير جدا، وإن شاء الله استنوني في فيديوهات كتير جدا إن شاء الله في رمضان، هتبقى مفيدة جدا لشغلك. أشوفكم على خير الفيديو الجاي.